انا كده هقول لك معلومه مهمه جدا جدا، لازم تاخد بالك منها وتعرف العطل ده بيبقى ازاي وجاي من فين. لايك وشير وتابع معانا الفيديو للاخر عشان توصل لكل جديد معانا ان شاء الله. المعلومه المهمه جدا النهارده يا جماعه ان اغلب الناس بيطلع عند الدش بتاعه يلاقيه فصل مره واحده او في حاجه او في مشكله، يجي عند الدراع ده اهو يا جماعه وياخده شمال وياخده يمين او ياخده فوق او ياخده تحت، مع ان الطبق راكب، الطبق زي الفل والعدسه مظبوط على نفس الميل زي اللي احنا قلنا عليه قبل كده في الفيديو، والطبق من ورا معايا مربوط جامد زي ما هو مع الطبع بتاعه القديم، يعني ما تفكش شمال ولا يمين، يعني ما تفكش ولا شمال ولا يمين، تمام. فانا عشان كده ما عنديش اي مشكله. طيب المشكله في إيه دلوقتي؟ 90% من المشاكل دي يا جماعه بتبقى يا اما السلك واصل كده والشبكه كلته او في مشكله، يا اما العدسه فيها مشكله، يا اما بعد ساعات تبقى زي ما قلت لك لعبت انت في الطبخ خدته سنه شمال وسنه يمين. على فكره يا جماعه احنا بنشتغل بالسنتي في الاطباق زي كده، بنشتغل بالسنتي بالسنتي، يعني ما فيش سنتي واحد بيقلب لك الدنيا كلها، تخلي الدنيا ما تشتغلش عندك. طيب ايه المشكله؟ المشكله زي ما قلت لك ان انت بتلعب شمال ويمين في الدراع زي ده، او تاخده فوق وتحت، بتخلي المدار بتاعه يتغير. طيب اعمل ايه يا عم طه؟ تعالى يا باشا بص على السلك بتاعك في الاول، شوفه ممكن يكون الشمس واكلاه، في مشكله الشمس واكلاه مقطوع، شباك ارطو مش شغال، يا اما المشكله عندك زي ما قلت لك 90% في الرسيفر او في السلك، يا اما العدسه بيبقى وشها مكسور ده وتلاقي في حاجه داخله جواها. دي ثلاث اربع حاجات، معلومات قيمه جدا كنت لازم اقول لك عليها النهارده عشان خاطر ما تطلعش تلاقي الطبق بتاعك ثابت زي كده وتاخده شمال وتاخده يمين وتبوظه، هتجيب فن. طيب المعلومات دي حطها عندك واحتفظ بيها عشان خاطر هترجع لها بكره وبعده. لو عجبك الفيديو ما تنساناش من الصراحه.